النهارده الحقيقه كان في اجتماع جمع المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، ومعاه السيد خالد الدرندلي نائب الرئيس، والسيد محمد الشربيني عضو مجلس الاداره، والسيد مصطفى ابو زهره عضو مجلس الاداره. ودي الصوره موجوده قدام حضراتكم على الشاشه. وانا كنت قلت لكم من كام يوم انه في يعني اجتماع هيتم قريبا يعني، وده مهم يعني. فاللي حصل انه حصلت القعده، وناس يعني شكروا مجلس الاداره. هيعملوا معسكر في مارس خلال الفتره يعني اللي جاي، معسكر هيكون صعب يعني، بيحاولوا يعملوه في الهدف. مبسوطين بالاجتماع، وشايفين انه يعني خطوه جيده. وانا كنت طالبت بالجلسه دي الحقيقه، وده مهم لانه البعض حاول انه يصطاد في الماء العكر زي ما بيقولوا، لكن ادي التوأم حسام وابراهيم، وادي الابتسامه من المهندس هاني ابو ريده، وهي صفحه جديده كلنا عايزينها، كلنا طالبينها، انها لازم تكون موجوده خلال الفتره القادمه عشان يبقى عندنا نجاحات، عشان احنا عندنا هدف هو كاس العالم. احيانا بتخرج تصريحات بيبقى الواحد في لحظه عصبيه، في لحظه ضيق او بتحصل يعني، لكن اللي بيخرج هنا يعني ما هو عادي، بيبقى انفعال لحظي احيانا يعني. فجميل انه الجميع تجاوز بقى كل المرحله السابقه، والان بنبدا صفحه جديده في اتحاد جديد مع برئاسه المهندس هاني، مع مدرب ما نقدرش نقول جديد. الكابتن حسام دلوقتي داخل قرب على سنه اهو ما شاء الله، فربنا سبحانه وتعالى يكرمه ان شاء الله ويوفق، ونفوز في مباراه اثيوبيا، ونكمل مشوارنا في تصفيات كاس العالم حتى يصبح حسام حسن رابع مدرب يصل بمصر الى نهايه كاس العالم. يعني سنه 30 اعتقد كان مدرب اجنبي، ثم 90 كابتن محمود الجوهري عليه رحمه الله يظل اسم عظيم، ثم 2018 كان هيكتور كوبر. ان شاء الله هذه البطوله 2026 تكون مع حسام حسن المدرب الوطني، وانا دائما وابدا بتفائل بالمدرب الوطني يعني. موضوع الحقيقه بيراميدز والطياره، لان انا كنت اتصلت بناس وكده وقالوا لي ده الدنيا والحدوته والقصه واللي وانا الحقيقه ايا كان طبعا ايا كان الحمد لله على السلامه الاول، الحمد لله وصلوا بسلامه الله. وانا حاولت اتاكد بالظبط من الموضوع ايه. كان في شويه مطبات هوائيه دمها تقيل في احد الاداريين، يعني مش من الجانب الفني ولا من الجانب من جانب اللعيبه، لكن حد من الاداريين جاله حاله هبوط بالفعل. كان فاضل لهم ساعتين ويوصلوا نيجيريا، خافوا جدا على حياته فعادوا سريعا الى انجولا. والسفاره المصريه في انجولا الحقيقه عملت كل شيء وانتهت الازمه على خير. وبالمناسبه نادي بيراميدز قال لك هلعب مباراتي مع المحله في ميعادها في استاد الدفاع الجوي، ونادي المحله نفس الشيء والرابطه، والحمد لله ونحمد ربنا على وصولهم بالسلامه. ده اللي يهمنا، لو مش واحد تعبان، لو ضفر واحد بس، ده اغلى من الدنيا وما فيها. الحمد لله على سلامه بيراميدز، والحمد لله على سلامه اللعيبه.